صباح الفل عليكم. انا معروف عني ان انا من الشخصيات الحياديه اللي بقول رايي بمنتهى الصراحه في اي موضوع، بس في مواضيع معينه كده لما تيجي تتكلم فيها الناس تهاجمك. الناس تهاجمك تقول لك اصل انت عايز تعمل فتنه، اصل الكلام ده مش موجود. لا، الكلام ده موجود. أنا بتكلم عن الطفل اللي اسمه مكاري، اللي راح يقدم في الاتحاد السكندري للناشئين، والمدرب شافه. وأول ما ناداله، ما هو أنت لو ما كانش كويس ما كنتش هتناديله من وسط أصحابه وتقول له اسمك إيه، وتقول له اسمي ويقول له اسمي مكاري، فيقول له لأ، اسم مكاري ده ما ينفعش عندنا. أي موضوع تتكلم فيه بيبقى مقبول وعادي، إنما تفضح حاجة زي كده الناس تهاجمك، والناس تقول لك أصل أنت عايز تعمل فتنة. ليه الكلام في اي حاجة تانية مقبول، والكلام لما نفضح ناس زي دول الكلام يبقى مش مقبول؟ ليه؟ وفي دلوقتي اللي هيطلع في التعليقات يقول لك اصل انت فاكره ان هو ده اهله عايزين يخلوه يلعب بالعافيه، اصل هو مش موهوب. انت عرفت منين انه مش موهوب؟ وبعدين بص كده، لما اتحاد الكره كله ما فيهوش لاعب مسيحي. ولما انا قلت الكلام ده قبل كده وحطيت بوست عن حسام حسن، ناس كتير دخلت شتمتني ويقولوا لي هاني رمزي هاني رمزي. طبعا هم بيتكلموا عن هاني رمزي اللاعب ده من كام سنه، كام سنه، من اكتر من 20 سنه. يعني مش معقول. يعني ولما نتكلم ونفضح الناس ديت يبقى يتقال علينا ان احنا وحشين. لا، ده دول عايزين يعملوا فتنه. لا، الناس دي موجوده، الناس دي لازم تتفضح. خلاص، الموبايل دلوقتي والسوشيال ميديا بقت فاتحه كل شيء، بقت فاتحه كل شيء. ما هو ما تقنعنيش ان هو ان مفيش ولا واحد مسيحي بيعرف يلعب كوره. ما تقوليش كده. الناس دي بتطلع بره وبتنجح زي مجدي يعقوب. زي مجدي يعقوب، معرفش كان الرئيس بتاعه في الجامعه بيقول له انت طالب فاشل، والحكايه دي كانت متداوله على السوشيال ميديا كتير قوي، وهو طلع ونجح بره. على فكره في مواهب كتير انتوا ما بتدولهاش الفرصه، وزي اللي خد جايزه اوسكار مينا في امريكا، انتوا ما بتدولهاش الفرصه. ولما الناس دي بتطلع وتنجح بره تقولوا بصوا ده مصري. طب ما دعمتهوش في بلدك ليه؟ انا صريحه وبحب اقول الصراحه، واللي هيقول عليا اصلها بتعمل فتنه هعمل لك بلوك، لاني انا عايزه افضح الناس دي. اشمعنى لما بتكلم في اي حاجه تانية بتقبلوها عادي؟ ليه؟ وبعدين مرتضى منصور بيقول لنجيب ساويرس أسر لما تدي لكل لاعب مليون جنيه في أسر مسيحية أولى. هو فعلا في أسر مسيحية فقيرة جدا وأولى، وفي أسر مسلمة فقيرة جدا وبرضو أولى. أنا اللي بيخليني أطلع أرد على نجيب ساويرس في الفيديو ده لأن رده على مرتضى منصور بصراحة رد مستفز. رد مستفز، بيقول أنا كل واحد حر في فلوسه. طب يا عم، ما بتدعمش شباب ومواهب زي الطفل ده ليه؟ اللي حر في فلوسك انت ما بتدعمش اطفال وشباب زي دول مش لاقيين فرصه ليه؟ بلاش تديهم لاسر غلبانه. لو انت شايف انك لما تدي الفلوس دي لاسر غلبانه، لا، ده انا حر في فلوسي. على فكره اللي اداك الفلوس قادر ياخدها منك، اللي اداك الفلوس قادر ياخدها منك. اوعى تفتكر ان انت خلاص. والمرض ما بيفرقش. المرض، انا ما بدعيش عليك، انا برد على كلامك المستفز اللي انت رديت بيه على مرتضى منصور. بتقول له لا، ما انا حر في فلوسي. المرض ما بيفرقش اذا كان انت معاك فلوس او ما معاكش فلوس. فلوسك دي كلها مش هتنفع لو لا قدر الله جالك مرض، وممكن في لحظه الفلوس دي تروح. حد عالم؟ فبلاش الواحد يبقى محتز قوي كده بفلوسه، لان الفلوس ديت عباره عن شويه ورق. والله العظيم شويه ورق. انت لو جالك شويه مرض هتقول يا رب خد مني كل فلوس الدنيا بس سيبني بصحتي. يعني بجد يعني انا حبيت اتكلم في الموضوع ده، وارجو ان الناس تتقبله بصدر رحب، لان النماذج اللي زي دي بجد احنا عايزين نفضحها، عايزين نفضحها. طبعا فتحوا تحقيق لان هيبقى شكلهم وحش، واستقبلوا الولد واهله، واما نشوف هيعملوا ايه. لغايه دلوقتي لسه ما قبلوش.